في مكان بعيد عن الحضارة، تحديدا في أحد الأنهار الهادية في المكسيك، في جزيرة مش زي أي جزيرة تانية. الجزيرة دي بتخفي وراها قصة غامضة ومرعبة لدرجة إنها أصبحت مقصد لكل محب الرعب والغرايب حول العالم. الجزيرة اللي ممكن أول ما تشوفها تفتكر إنها مجرد مكان مليان دمى قديمة ومهملة، لكن لما تقرب أكتر هتلاقي إن الدمى دي مش مجرد دمى، ده أشبه ما تكون بأرواح لقصص ماتت بس لسه عايشة في قلوب الدمى دي. والنهاردة هنتكلم عن جزيرة الدمى، المكان اللي الناس بتيجي من كل حتة في العالم علشان يشوفوه ويحسوا بالرعب اللي بيسيطر عليه. بس قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة دعما للمجهود. يلا نكمل. في وسط قنوات سوتشيميلكو الهادية اللي بتعتبر واحدة من أشهر وأجمل المعالم الطبيعية في المكسيك، بتقع جزيرة صغيرة لكنها مليانة بأسرار وخبايا مرعبة. المكان ده اللي اسمه جزيرة الدمى بقى مشهور بين الناس بأنه واحد من أكتر الأماكن رعبا وغموضا في العالم. الجزيرة دي مش زي أي مكان تاني، بمجرد ما تقرب منها بتحس برهبة، كأن في حاجة مش طبيعية في الهواء، حاجة بتخليك تحس بالخوف وانت لسه على القارب قبل ما توصل ليها. سوتشيميلكو نفسها منطقة مليانة بالتاريخ والثقافة، وبتتميز بقنواتها اللي بتمتد لمئات الكيلومترات، وبتعبرها قوارب صغيرة بتاخدك في رحلة بين الأشجار وأزهار ملونة. لكن في وسط الجمال ده في جزيرة بتخبي وراها قصة مختلفة تماما، قصة بتجمع ما بين الحزن والرعب. الجزيرة دي كان بيعيش فيها راجل اسمه دون جوليان سانتانا. جوليان كان راجل بسيط قرر في الخمسينات انه يسيب حياته في المدينة ويعيش في عزلة على الجزيرة. كان بيحلم بحياة هادية بعيدا عن ضغوط الحياة، لكنه ما كانش يعرف انه على وشك الدخول في رحلة مخيفة مع قوة مش مفهومة. جوليان عاش حياته هناك بهدوء لحد لما في يوم من الأيام حصل اللي قلب حياته رأسا على عقب. كان يوم عادي، الشمس كانت ساطعة والرياح كانت بتلعب بين الأشجار، لما جوليان لقى جثة بنت صغيرة غرقانة جنب الجزيرة. المنظر بالنسبة له كان مرعب جدا، جسمها كان متيبس وعينيها كانت مفتوحة وبتبص للسماء، وفي ايديها كانت ماسكة دمية صغيرة، دمية بسيطة لكن منظرها كان بيحمل ألم كبير. جوليان حس بصدمة كبيرة، المشهد ده خلاه يحس انه لازم يعمل حاجة علشان يريح روح البنت دي. جوليان قرر انه يعلق الدمية على الشجرة اللي لقى جنبها البنت، ومن هنا بدأت قصة جزيرة الدمى، لأنه كان بيعتقد إن ده بيريح روحها وبيبعد عنها الشر. بس الفكرة ما وقفتش لهنا، ده كمان بدأ يجمع الدمى من كل مكان. كل لما يلاقي دمية مرمية في القمامة أو في السوق كان بياخدها وبيرجع للجزيرة علشان يعلقها. بقى مهووس بفكرة إنه لازم يجمع أكتر عدد ممكن من الدمى. ومع الوقت الجزيرة بقت مليانة بالدمى على كل شجرة، على كل حيطة، كل ركن فيها كان متغطي بدمى مختلفة، بعضها كان متهالك وبعضها كان لسه محتفظ بشكله، لكن كلهم كانوا بيشتركوا في حاجة واحدة، العيون الفارغة اللي بتحس إنها بتبص عليك مهما اتحركت. جوليان كان بيقول إن كل دمية بتمثل روح طفل، وإنه لازم يديهم مكان يرتاحوا فيه. لكن الجزيرة ما وقفتش عند الحد ده، جوليان بدأ يحكي عن حاجات غريبة بتحصل بالليل. كان بيقول إنه بيسمع همسات جاية من الدمى دي، أصوات أطفال بيبكوا وبيضحكوا، وكان ساعات بيحس إن الدمى بتتحرك لوحدها. وكل اللي زار الجزيرة دي كان بيحس برهبة كبيرة، وكأن المكان مليان بأرواح مش مرتاحة. وفي سنة 2001 حصلت مفاجأة كبيرة لما دون جوليان نفسه اتوفى في نفس المكان اللي لقى فيه البنت الغرقانة. واللي زود الغموض أكتر إن حالته النفسية قبل ما يموت كانت متدهورة جدا. الناس في المنطقة كانوا بيقولوا إنه كان دايما بيتكلم على إنه شاف البنت الغرقانة قبل ما يموت بفترة قصيرة. وبعد وفاة جوليان الجزيرة اتحولت لمكان مشهور لكل محب الرعب والغموض، بقت زي نسك تذكاري لروح المضطربة. الجزيرة النهاردة بقت مقصد للناس اللي بتدور على المغامرة والرعب. في قصص كتير عن زوار قالوا انهم شافوا حاجات غريبة زي الدمى وهي بتتحرك من تلقاء نفسها، او انهم سمعوا اصوات مش مفهومة جاية من الدمى دي، واوقات بيقولوا انهم حسوا كأن في حد بيتتبعهم وهم بيمشوا في الجزيرة. ده غير ان الناس بتحكي عن انهم كانوا بيشوفوا عيون الدمى بتتحرك وكأنها بتراقبهم، وده طبعا بيخلي المكان اكتر غموض ورعب. في نظريات كتير بتحاول تفسر اللي بيحصل في الجزيرة دي. البعض بيقول انها مجرد اسطورة والمكان مش مسكون فعلا، وإن اللي بيحصل هو مجرد تأثير نفسي بسبب شكل الدمى وموقع الجزيرة البعيد، في حين إن في ناس بتؤمن إن الجزيرة فعلا مسكونة بروح البنت الغرقانة، وإن الدمى دي بتعمل كحماية أو كنوع من التواصل بين العالمين. في كمان تفسيرات بتقول إن اللي حصل لجوليان كان نتيجة الضغط النفسي والعزلة اللي عاش فيها. الواضح إن الجزيرة دايما بتكون هادية بشكل غريب، كأن الزمن وقف فيها، وشكل الدمى اللي متعلقة في كل مكان بتخلي الناس اللي تشوفها تحس برعب دفين جواها. في النهاية جزيرة الدمى بقت رمز للرعب والغموض، وقصة جوليان والدمى دي
بتفضل محفورة في ذاكرة كل اللي زاروا المكان، وكل اللي راح هناك حفر في ذكراه تجربة مش ممكن ينساها بسهولة. جزيرة الدمى مش مجرد مكان فيه شوية دمى، دي قصة بتحمل في طياتها معاني كتير عن الوحدة والخوف والرغبة في التصالح مع الأرواح. المكان ده بيجمع ما بين الحقيقة والخيال، وبيخلط ما بين الأسطورة والواقع في مزيج بيخليك مش قادر تفرق بينهم. ومع كل دمية موجودة في الجزيرة بتحس كأن في حكاية جديدة بتبدأ. والسؤال هنا، هل تعتقد إن الجزيرة دي فعلا مسكونة ولا دي مجرد أساطير؟ ولو كنت مكان جوليان كنت هتتصرف إزاي؟ هستنى رأيكم في الكومنتات. ولو الحلقة عجبتك ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلكوا حكايتنا أول بأول. سلام.